المجتبى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، صلاة وسلاما دائمين عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعنا إلى آيات بينات من سورة يوسف، وهي سورة مكية، وسورة يوسف هي فاكهة القرآن. استمعنا إلى ختام هذه التلاوة القرآنية بآيات تحث المسلم على الصبر وعلى الثقة في الله جل وعلا. استمعنا في أواخر هذه التلاوة إلى قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم استمعنا في آخر ما قرأ القارئ الكريم: وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأ في ميزان حسناتي وميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختم قراءته برفع الشكوى إلى الله جل وعلا. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والتحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. أما الشكوى إلى الله فهي لا تنافي الصبر، أما الشكوى من الله أعاذنا الله منها فهي تنافي الصبر. فإذا شكوت إلى الله فإنما تشكو إلى الرحيم، وإذا شكوت من الله فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فدائما ارفع شكواك إلى الله، ودائما تذلل بالخضوع إلى الله، وكن على ثقة بما هو عند الله. فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا ضل ولا اختل. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بميت فإن عزك ميت. ومن هنا نتعلم أن الصبر الجميل هو الذي يكون العبد فيه واثقا بما عند الله. هذا الرجل الذي فقدناه كان معلما فاضلا، تعلمنا وتعلمت على يديه. وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل ما علمه لنا وما تعلمناه وما علمه للغير في ميزان حسناته. فليس العلم الشرعي فحسب، بل كل علم ينتفع به الإنسان في الدارين فهو علم صالح، وينفع صاحبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وتعلم، ومن تعلم على يديه علم وتعلم. وهذا يبين للإنسان أنه يجب عليه أن يثق بما عند الله. وتحدثت في ذلك لأن هذا المعلم ابتلي بالمرض فصبر، وهذا هو الواجب على المسلم أن يصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الذي لا ينافي الصبر. وإذا أردت أن تعرف أن الصبر الجميل لا ينافي الصبر فانظر إلى يعقوب عليه السلام، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ابن آدم لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لله أمرك تجده أقرب إليك منك. فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي يبتغي به العبد وجه الله جل وعلا. إذا ما بليت فثق بالله وارض به، واعلم أن الذي يكشف عنك البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا ما بليت فثق بالله وارض به، واعلم أن الذي يكشف عنك البلوى هو الله. فالله حينما يبتلي العبد ليس هذا دليل على غضب الله كما يعتقد البعض. قد يعتقد البعض أن الله إذا ابتلى إنسان بمرض طال هذا المرض يقول أن هذا ابتلاء من الله. أقول لك بل هذا دليل على حب الله للعبد. والدليل على ذلك نبي الله أيوب، كما في حديث أنس بن مالك والحديث في الصحيحين. وأصح ما قيل مكث نبي الله أيوب في بلائه 18 سنة، 18 سنة. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من خواص قومه كانوا يغضوان عليه ويروحان، حتى قال أحدهما للآخر إن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله. فاعتقد البعض أن الابتلاء من الله غضب. أقول لك بل إن الابتلاء من الله حب من الله للعبد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ وفي رواية أخرى إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. وفي رواية أخرى إذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه. قالوا في الأولى وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يلهمه عملا صالحا قبل الموت. وقالوا في الثانية وكيف وما عسله؟ قال يلهمه عملا صالحا قبل الموت. وفي الثالثة إذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. فإذا أحبك الله ابتلاك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرضاك، بل كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل كل الصحيح مات من غير علة، من يا صحيح بالمنايا قد دهاك. بل سل الأعمى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك. بل سل الأعمى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. بل سل الثعبان وقد امتلأ فمه سما،
السم من يا ثعبان بالسم قد حشاك كل إن الأمر كله لله. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذا الفقيد من أهل الجنة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة خير لياليه. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المن والنفاق والرياء. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفق قارئنا لما يحب ويرضاه، وليست هذه مجاملة بل أقول ولله جل وعلا. وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجمعنا هذا الجمع في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد عامة ولأبناء أستاذنا خاصة. أسأله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.